بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أما بعد، الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده، والحمد لله الذي نصر العراقيين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين والإرهابيين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والسلام على أبنائنا وإخواننا الشجعان والأبطال من القوات الأمنية البطلة والمجاهدين الأبطال الذين سطروا أروع معاني البسالة والبطولة والتضحية. والسلام على شهدائنا الذين سالت دماؤهم من أجل الوطن، ورحمة الله وبركاته. اليوم أقف لأبارك للعراق شعبا وحكومة انتصاره وإعلانه تحرير الموصل الجريحة من أيادي الإرهاب والرذيلة، ليكون للجميع عيدا مباركا نضعه هدية بين أيدي الشهداء والصالحين والمجاهدين الذين رووا بدمائهم ما باعه الأراذل. ونحن إذ نبارك لكم هذا الانتصار العظيم الذي كان بجهود الخيرين بل وبجهود الأعلام والعلماء والمراجع الكرام، وبجهود الشعب العراقي العظيم وتعاونه وصبره وثباته ومثابرته، نشد على أيدي القوات الأمنية العراقية كافة أن تحرر باقي الأراضي المغتصبة لتتم الفرحة ويعود العراق سالما غانما إن شاء الله تعالى. نعم أيتها القوات المسلحة، أنتم حماة الوطن، أنتم حماة الشعب وحماة الدولة، وأنتم الوحيدون بعد الله سبحانه وتعالى الذين لكم الفضل كل الفضل بالتحرير، وأنتم المعنيون دون غيركم بمسك الأرض في المناطق المحررة، ولا يمكن لأي أحد ادعاء غير ذلك، فلا المحتل ولا غيره له الفضل ولا المنة. فلولاكم أيها قوات الأمنية والمجاهدون لما توحد العالم لمحاربة الفساد والإرهاب. ثم أنه يقع على عاتق الجميع، وعلى رأسها الدولة العراقية، وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء الأخ العبادي، الأخذ بزمام الأمور فيما بعد تحرير الموصل. ولا نعني الوضع الأمني والعسكري فحسب، بل الوضع الإنساني المريع للمهجرين والمتضررين الذي تسببت به قوى الشر الإرهابية في تلكم المناطق وغيرها. وحسب رأيي فإن الوضع الطائفي سيتأزم كثيرا، وسيسعى البعض للانتقام من المدنيين بحجة الإرهاب، ولذا أدعو للتفرقة بين الإرهابي وما بين المدني، والتعامل مع الأول بحزم ومع الثاني برقة وإنسانية. وإلا فإن هناك نية مبيتة لتأجيج الحرب الطائفية، إلا أن وقوف شيعة العراق مع سنته بتحرير الموصل سوف يقطع ألسنة الكذب والدجل ويوحد سنته وشيعته ويجعلهم صفا واحدا كالبنيان المرصوص. ومن الضروري الالتفات إلى مجاهدي فصائل الحشد الشعبي وغيرهم بكافة مسمياتهم، ولا سيما المنضبطين منهم، والنظر لهم بأبوة عالية لانخراطهم بالمؤسسات الحكومية والمدنية كالمؤسسات الخدمية والإنسانية أو الثقافية، أو دمج من يصلح دمجه بالقوات الأمنية. كما ومن الضروري حصر السلاح بيد الدولة لا غير، وإلا فإن بقاءه بيد البعض سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. ولكي لا نكرر مأساة الموصل وباقي المناطق، يجب محاسبة المقصرين في سقوط الموصل بيد الإرهابيين بلا استهداف لجهة دون أخرى.
ثم إننا نحذر من بعض الجهات السياسية التي تحاول تجيير النصر لها لعزل الدولة وجيشها وقواتها الأمنية والتقليل من الجهد الأمني والعسكري لبعض الفصائل المنضبطة. لذا نجد من الضروري تجريم مثل هذه الأفعال والتصريحات المشينة، فإن الأخيار قد حرروا ما باعه الأشرار. وأخيرا ندعو الحكومة العراقية لتأمين الحدود عموما وتأمينها من الجهة الغربية خصوصا، ولا سيما مع وجود أصوات منادية لإدخال شبابنا بحرب في سوريا وغيرها. فالحذر كل الحذر من زج العراق بأجندات مجهولة، كما نشد على يد رئيس الوزراء لإتمام ما وعد من الإصلاحات وقمع الفساد والفاسدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حرر بتاريخ 14 شوال المعظم 1438 هجرية. مقتدى الصدر، وشكرا لكم.